من جديد نرحب بكم عشاق المستديرة ونعود إلى الشوط الثاني إلى استاد القاهرة في هذه الأجواء المثيرة لنهائي قطبي الكرة المصرية في كأس مصر النسخة رقم 76. اللقاء الكبير شوطه الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، كان النادي الأهلي الحقيقة الأخطر بفرصه ولكن لم يتمكن من وصول إلى الشباك محمد عبد المنصف. إذا مع بداية الشوط الثاني حدث هناك تغيير الحقيقة لنادي الزمالك، خروج بداعي الإصابة لوسام العابدي ودخل مكانه أحمد حسام بالنسبة للنادي الأهلي في التغيير الذي حدث في مع مطلع الشوط الثاني للمباراة. الركنية السادسة لنادي الزمالك في هذه الأثناء مع أول دقيقة من الشوط الثاني، أحمد غانم سلطان يرفع ضربة ركنية وعماد النحاس يحولها وتكون إلى خارج الملعب، ركنية لصالح نادي الزمالك. إذا 7 ضربات ركنية في المباراة لصالح نادي الزمالك اللي بالطبع يحاول أن يحقق مبتغاه في لقاء هذه المباراة. أحمد غانم سلطان يحولها لكن هناك التغطية كانت محمد شوقي، ترجع الكرة سريعة يخلصها هناك علاء عبد الغني ولكن بعيدة جدا من علاء عبد الغني وتكون الكرة بالطبع إلى خارج الملعب. ضربة مرمى مع الدقائق التي نعيشها مشاهدينا الكرام. المباراة لا تحتمل أي هفوة، لقاء الكؤوس، لقاء الألقاب، لقاء الأهمية الكبيرة بين القطبي الكبيرين الأهلي زمالك. كرة تمشي طويلة من عبد الحليم أو من أمير عبد الحميد. تامر عبد الحميد يحول الكرة إلى خارج الملعب لتكون رمي التماس. هناك لاعب وقع على الأرض، سلامات إن شاء الله من نادي الزمالك في هذه اللحظات هو حازم إمام، سلامات للثعلب الصغير. إذا لحازم إمام سنرى الخيارات القادمة والحوار القادم بالنسبة لمانويل جوزيه وإرني ميشيل في تغييراتهما التكتيكية، وخاصة هناك أوراق رابحة أكيد، وخاصة بالنسبة لنادي الزمالك في ظل وجود شيكابالا، الورقة الهامة جدا. الكل يترقب الحقيقة في الميسيو إرني ميشيل متى سيستخدم هذه الورقة الرابحة في هذا اللقاء. عموما كرة تمشي الآن. أحمد السيد بعد استئناف اللعب، عودة لأحمد غانم سلطان، ترجع لمحمد شوقي حسام عاشور، ابو تريكه متعب الى شوقي وفلافيو لكن التغطيه ممتازه من الدفاع، وترجع الكره من هناك الى حسام عاشور الى اسلام الشاطر، عرضيه ترجع مره ثانيه من تامر عبد الحميد يلعبها طويله اماميه. عوده شادي والمتابعه لجمال حمزه لكن في المنتصف، في دائره المنتصف تماما. حسام عاشور الى احمد السيد يمرر الكره لمحمد بركات، تمشي مره ثانيه علاء يحاول انطلاقه سريعه في متابعه لاحمد غانم سلطان. هناك تدخل من احمد السيد، الحقيقه تدخل قوي وهناك فاول، والحكم المباراه السيد الفونسو، ولنرى القرار الذي سيتخذه. اعتقد هناك راى شيئا حدث واعتقد الانذار سيكون لاحمد السيد. اعتقد الحكم اللي كما قلنا معروف انه حكم ملقب بحكم الكروت الصفراء والحمراء اللي ينادي على احمد السيد. القرار هنا تدخل عنيف في قانون كرة القدم، واعتقد انه سيكتفي بماذا؟ سيكتفي بالانذار الشفوي. نعم، الانذار الشفوي بالنسبة لأحمد السيد في هذه الكرة. هنا متخوفين ان تكون هناك الكرة الحمراء في هذه المباراة لما رأيناه من هذا الحكم في مسيرته، في إدارته في 19 مباراة تحديدا. خطأ وائل أباني في التنفيذ إلى تامر يحول الكرة في متابعة من هناك إلى إذا هناك المتابعة الحقيقة إلى حسام، وترجع الكرة عبد المنصف أمامية وسريعة من هناك عمرو زكي جول! الله جول
للزمالك، جول للزمالك، عرف كيف يقتنصها عمرو زكي. البلدوزر عمرو زكي يصنع البسمة والبهجة للزملكاوية لتكون ملعب استاد القاهرة ملون بالألوان البيضاء في هذه الأثناء، فرحا بهدف وبهجة بهدف القناص. يا الله يا الله، وسط غفلة من عماد النحاس، وسط غفلة، ما يرحمش عمرو زكي، ما يرحمش البلدوزر، يضع الكرة فوق أمير عبد الحميد ويسجل الهدف ليشعل المباراة. حقيقة المباراة من نار، نهارك سعيد. عمرو زكي يضع الكرة وسط أيضا فرحة كبيرة لجماهير الزملكاوية لتهتز شباك الأهلي في 5 دقائق من بداية الشوط الثاني من المباراة ليحلو اللقاء. وهذه كورة و50 دقيقة مرت، والقادم أكيد 40 دقيقة. الأهلي في الاختبار الحقيقي، النادي الأهلي وكباره سيحاولون الرد على هدف عمرو زكي. إذا الزمالك يتقدم على الأهلي بهدف ل0 للمدرجات. الحقيقة تذهب بألوانها البيضاء، وهذه كرة من هناك خطيرة لحسام عاشور. المباراة تحلو، رد سريع، جول 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 يا كاد الأهلي أن يسجل التعادل. عبد المنصف هو سيتألق، والمباراة تحلو يا جماعة. والرد الأهلي كان سريع، وكاد أن يأتي بالرد السريع في هذه الأثناء. وشوفوا الكرة، شوفوا المتابعة مرة ثانية، شوفوا هنا، شوفوا الهدف، شوفوا القناص، سيمة الكبار وسيمة الهداف الشجاع البلدوزر عمرو زكي. يا الله، يصنع الفرحة الزملكاوية في السماء استاد القاهرة في هذه اللحظات كما شاهدنا في هدف رائع. الله على الأجواء الكبيرة، الله على جماهير الزمالك وهي تتغنى الآن، راجعين يا زمالك، راجعين يا فن وهندسة. ها هي حال الجماهير الزملكاوية بهذه الأناشيد، بهذه الأغاني، وبهذه الفرحة التي نراها لجمهور الزملكاوية. ها هي الكرة التي أضاعها بلافيو، والاستماتة التي كانت من أحمد حسام، وتألق الذي كان لأوسى محمد عبد المنصف. لكم الصورة الحية من هنا من استاد القاهرة كما تتابعون. ها هي الجماهير الزملكاوية بتشجيعها الجديد، وهذا المسيو إنري ميشيل الذي بالطبع يقترب ويحاول أن يقتنص أول الألقاب مع القلعة البيضاء 100 عقبة، وبطبيعة الحال في ظل هذه الأجواء الكبيرة. إذا استئناف اللعب القادم أحلى. الأهلي كبير، والأهلي بالطبع أكيد لن يرفع الراية البيضاء. الأهلي سيحاول أن يرد، الأهلي سيحاول أن يصل، الأهلي سيحاول أن يبحث عن التعادل والحلول. الساحر سنراه أبو تريكة، وأيضا صاحب الحركات والإبداع أكيد محمد بركات، والنجم الكبير كذلك الهداف بلافيو وعماد متعب. إذا كل دقيقة مهمة، كل دقيقة من ذهب في مباراة أيضا كل لحظاتها من ذهب وسط هذه الأجواء الذهبية. خطأ لصالح محمد أبو تريكة في هذه الأثناء في منتصف ملعب نادي الزمالك كما نتابع مشاهدينا الكرام عشاق المستديرة. إذا خطأ في منتصف ملعب نادي الزمالك، وأبو تريكة في تنفيذ هذه الكرة. نشاهد سويا أبو تريكة فيها فرصة وممكن أن نرى من خلالها كرة خطيرة أهلاوية، وتلعب الكرة لكن تمر إلى خارج الملعب وبرا، وتكون إلى ضربة مرمى لصالح النادي الزمالك. من هذه اللحظات، من حال الكرة، من حال الكرة مشاهدينا الكرام. جمهور الزمالك على غير العادة هو يغني ويرقص في هذه الأثناء، وكذلك جمهور الأهلي على غير العادة صامتا في هذه الأثناء وينتظر في دهشة ماذا الذي حدث وماذا الذي جرى. هذا هو حال علي جرى بالنسبة في الدقائق الماضية. الحكم ماذا يقول؟ لا شيء لعمرو زكي، وتعود الكرة مرة ثانية من هناك إلى تامر عبد الحميد، وترجع الكرة سريعة إلى طارق السيد سيد الكرات من الجهة اليسرى من هناك، يحاول ينطلق لكن ترجع الكرة من هناك إلى خطأ لصالح محمد شوقي
في هذه اللحظات تدخل واضح اللي كان الحقيقة من قبل طارق السيد على محمد شوقي. تمشي الكرة للشاطر اسلام الشاطر، اسلام الشاطر من ناحية اليمين يحاول يلعب الكرة في الجهة اليسرى اللي تمشي الآن لحسام عاشور، حسام عاشور لعماد متعب يحاول يمر، يا الله حلوة بركات وحسام عاشور، اوه الساحر، الله الله يا ابو تريكة، الله يا تريكة، الله عليك يا تريكة، ولكن هذه المرة خيبت ظن جماهيرك بهذه الكرة. عموما هدف أربك الأهلاويين، ولكن كما قلت جعل مانويل جوسيه واقفا وأيضا يتابع ما هي الدقائق القادمة. حوار مثير، وأيضا المنافسة بحد ذاتها بين عقلية المدربين هنري ميشيل وأيضا مانويل جوسيه. هذه الكرة سريعة، البلدوزر أكيد حتى هذه اللحظة هو العريس هذه الليلة في استاد القاهرة. البلدوزر عامر زكي. نشاهد الآن الضربة الركنية في هذه اللحظات، الركنية الثامنة في المباراة، هي ركنيات كثيرة لنادي الزمالك. إذا في هذه اللحظات إذا الكورنر في التنفيذ حازم إمام، الضربة الركنية في هذه اللحظات حازم إمام يلعب الكرة إلى طارق السيد، طارق السيد إلى حازم إمام، يرفع الكرة حازم ويخرج لها أمير عبد الحميد، وسريعة الكرة أمامية وبلابيو يتابع ومتعب 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 ومتعب، جول 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 يا متعب يا متعب، متعب الحراس. الله 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 على هذه الليلة، الله على هذه الليلة، الله على هذه الليلة، الله على هذه الليلة التي الآن اشتعلت حمراء 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 على غير العادة. كما قلت كان صامتا الجمهور الأهلي، وهي على عادتها السابقة ومعتادة في سنواتها الأخيرة هي الأفراح وأيضا الفرحة بهدف جميل. عماد متعب، عماد متعب يعانق أحلى شيء، يعانق الهدف، يعانق شباك محمد عبد المنصف. عماد متعب يسجل الهدف الذي يعيد به إلى التهديف من الباب الكبير. عماد متعب يجيد جول ولا أحلى ولا أجمل في هذه المباراة، وأيضا صحصحنا جماهير الأهلاوية. إذا مباراة جميلة، مباراة تليق بقلعة الأهلي وبأيضا قلعة نادي الزمالك. كبار كبار كبار، واحد واحد، شوط ولا أحلى مباريات الأهلي والزمالك الحقيقة في آخر السنوات. يا الله كرة خطرة، ولكن التغطية من عماد متعب. المباراة بالطبع من على صبيح ساخن في هذا الصيف الساخن. والله المباراة اشتعلت والأهلي اشتعل والأهلي اشتعل ولحها، وهذه اللحظات بركات وتمشي لحسام ولمحمد شوقي. الله 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 يا شوقي، الله يا شوقي، كورة حلوة من جانب محمد شوقي وتمر بشوار القائم الأيمن للمرمى محمد عبد المنصف. إذا متعة ماتش الحقيقة ميديان أوروبا، يعني من الماتشات من طراز ريال مدريد برشلونة، من طراز ميلان يوفي، من طراز ميلان إنتر، من طراز الكبار. ها هي سمة الكبار. لقاء كبير الحقيقة يعيد الأمجاد والذكريات الأجيال السابقة، الأجيال الذهبية للكرة المصرية. فعلا حقا هو أفضل الدربيات في القارة الأفريقية، القارة السمراء. حقا القمة التي يتربع عليها الكرة المصرية في القارة الأفريقية على صعيد المنتخب وعلى صعيد الأندية كذلك. متعب، خطأ لصالح عماد متعب، هو متعب حقا لدفاع النادي الزملكاوي الذي سجل هدف ولا في الأحلام، هدف ولا أروع. متعب اليوم ليرد يكون هو عريس آخر في المباراة، كما شاهدنا هدف لعمر زكي ثم عماد متعب يتمكن ويسجل هدف جميل للغاية لصالح
نادي الاهلي. 1-1 ما فيش حد احسن من حد. النتيجه 1 اهلي 1 زمالك. ونشاهد سويا ابو تريكه وعبد المنصف، ولكن يخرج بشكل ممتاز. عبد المنصف يلعب الكره سريعه، من هناك المتابعه، من هناك لعمرو زكي، ولكن الكره تكون الى خارج الملعب. هدفين جميلين، وبالطبع مباراة مثيرة للغاية والأعصاب مشدودة. و15 دقيقة تحديدا، ساعة من اللعب في هذا الشوط أو في هذه المباراة تحديدا من اللقاء الكبير. إسلام الشاطر يلعبها عرضية، وائل أباني في التغطية، وترجع الكرة يعني شوط ثاني سريع للغاية. وهذه المتابعة من هناك لبركات، وتكون إلى خارج الملعب. تماس لصالح نادي الأهلي. إذا تماس لنادي الأهلي، تمشي لإسلام الشاطر. شوف بركات يتحرك في كل أرجاء الملعب وكافة الأركان، تجذب اليمين في الشمال، وبركات يدخل، ولكن التغطية من علاء عبد الغني، وتمشي الكرة مرة ثانية لوائل أباني، يحول كرة سريعة إلى الثعلب الصغير حاسم إمام ويتأخر وتضيع الكرة، وحسام عاشور يقطعها بشكل حلو وبثقة الكبار يلعبها عماد النحاس. حسام عاشور إلى الساحر أبو تريكة، يمشي بها ابو تريكة في المنتصف ويتابع فيه على عبد الغني. ابو تريكة يمشي، ابو تريكة يمرر، وحسام ينظر، وحسام يرفع، وتمشي لفيال لافيو. ابو تريكة جول يا الله، يا روعة يا عبد المنصف، يا روعة يا ابو تريكة، يا روعة يا اهلي. في هذه اللحظات الاهلي من نار، الاهلي نار حمراء في هذه اللحظات. مشاهدينا الكرام، يشن هجوم شرس على نادي الزمالك اللي يبحث عن ثاني الاهداف. الكبير دائما كما نقول. وها هي الكرة تعود لتمشي لشادي. سيطرة أهلاوية في هذه اللحظات. تعود مرة ثانية المتابعة لعماد متعب، وضربة ركنية. نعم، ضربة ركنية. حكى المباراة حتى الآن 10-10. في هذه اللحظات التغيير الذي تنتظره الجماهير الزمالكاوية هو فنانها الأول، هو شيكابالا الأسمراني الخطير، الأسمراني المبدع الذي لا ينساه جماهير الزمالك بعد أن تألق في مباراة الأخيرة أمام الأهلي في الدوري، والذي انتهت بفوز الزمالك ب2-0. إذا شيكابالا يدخل مكان الثعلب الصغير في الدقيقة 17 من شوط المباراة الثاني. شيكابالا هو لاعب شيك الحقيقة. شيكابالا يمشي بها ومحاصر من هناك، يباصيها لكن مقطوعة، وتمشي الكرة لعب ابو تريكة. خطأ وانذار. انذار. قرار سليم لحكم المباراة السيد الفونسو بيريز فوريل حكم اللقاء. إذا الورقة الصفراء، وابو تريكة في التنفيذ. إذا فاول. ابو تريكة لعب مباراة كبيرة، شوط جميل للغاية وعالية جدا من نواحي عديدة. من الناحية التكتيكية عالية بشكل كبير من المستوى اللي قدمه الزمالك وقدمه الأهلي. الحقيقة يعني خالف كل التوقعات، والزمالك والأهلي، وكرة خطيرة ابو تريكة والتغطية الزملكاوية، وركلة ركنية. الركنية الأهلاوية في هذه اللحظات. ابو تريكة اكيد هو من سينفذ الضربة الركنية في هذه الأثناء. وسط ايضا تحية كبيرة توجهها له الجماهير الحمراء، جماهير النادي الأهلي. يمشي من ابو تريكة الى عماد متعب. ابو تريكة يرفع، وعبد المنصف، ولكن التغطية ممتازة من عبد المنصف. ترجع الكرة بركات في كل مكان في ارجاء الملعب. بركاته الى محمد شوقي، وعودة الى حسام عاشور، يرفع الكرة عرضية، والمتابعة من هناك الى الصاحب. يا الله يا متعب حقيقة لدفاع الزمالك. كبيرة يا متعب، حلوة اللمسة واللمحة والكسرة اللي شاهدناه، اللي باع فيها أحمد غانم سلطان في هذه الكرة. عودة من هناك، تنطلق الكرة سريعة من جانب تامر عبد الحميد. هجوم للزمالك الآن إلى جمال حمزة يمر، يلعبها إلى عمرو زكي يحاول يمر، لكن يخلصها أحمد السيد بثقة الدفاع ايضا الموجود والمتزن في الملعب. وتمشي الكرة سريعة ابو تريكة، تطول منه، يخلصها وائل أباني
عودة مرة ثانية لمتابعة من هناك إلى طارق السيد من الجهة اليسرى. طارق السيد ومعه عمرو زكي. طارق السيد يحاول يمرر لجمال حمزة، يعطي الإسباقية إلى طارق السيد. شيكا جول 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 جول. يا الله يا الله يا شيك يا شيك يا ولد يا خطير يا شيك يا ولد يا خطير يا شيك يا ولد يا خطير. شيكابالا يلعب بالأهلي في هذه اللحظات ويتمكن العريس الكبير الأسمر الخطير الكبير شيكا. يا سلام عليك لاعب كبير، فنان خطير، اللاعب الذي يمتلك أفضل موهبة في الكرة المصرية. شيكابالا وسط هذه الهتافات الجماهيرية. هدف جميل، ماتش كبير، ماتش ولا أحلى يا جماعة. المباراة جميلة خارقة للعادة. ورقة صفراء لشيكابالا لإخلاع القميص. وشوف الكرة يسارية، يا الله، صعبة على أمير وصعبة على أفضل حراس العالم، وصعبة لأنها من يسارية خطيرة من السهم الأسمر. هذه الكرة الصاروخية RPG اسمه شيكابالا. RPG يعانق شباك أمير عبد الحميد. إذا 2-1 للزمالك. المباراة أيضا تزداد إثارتها ويعود الزمالك للتقدم من جديد. يا الله، شوط العمر، أحلى مباريات الأهلي والزمالك، أحلى من مباريات الأهلي والزمالك، أحلى شوط في تاريخ الكرة المصرية، أحلى أداء، أحلى تكتيك، أحلى أهداف، أجمل اللقاءات والتغيير الآن. إذا يخرج بلافيو الأثناء وينزل في هذه اللحظات أسامة حسني مكان بلافيو في تغيير في هذه الدقيقة رقم 22 من عمر الشوط الثاني للمباراة. إذا يخرج بلافيو، واضح أن بلافيو يخرج وسط أنه تماما مش في الفورمة اليوم بالنسبة لبلافيو. غاضب أنه خرج في هذه اللحظات من خلال ملامحه اللي أراها الحقيقة، ربما الكاميرا لا تصيده، لكن هو غاضب تماما من استبداله كما هو واضح بالنسبة لبلافيو آمادو. المباراة كبيرة، المباراة هنا في استاد القاهرة، ليست في ويمبلي، ليست في ستانفورد بريدج، ليست في سانتياغو برنابيو، ليست في سان سيرو، ليست في دي ألبي، ليست في الأولمبيكو، بل هنا في الدنيا، بل هنا في استاد القاهرة، أحلى الملاعب الأفريقية السمراء. لقاء لقطبي الكرة المصرية، ومتعب وجول، بركات، كورة حلوة، تسديدة من بركات، وهذا عبد المنصف الزمالك، وهذا بلافيو الغاضب، وهذا الحضري الذي واقف وسط هذه اللحظة والحيرة والنظرة فيها الدهشة. إذا التغيير الذي نراه في هذه اللحظات لصالح الفريق الأهلاوي، الأمور واضح. إذا التغيير ماذا يحدث؟ إذا بركات إلا من التغيير عموما هناك أحمد شديد هناوي. إذا التغيير الذي سيحدث، إذا التغييرات التي ستحدث، هناك تغيير لنادي الأهلي، هناك أحمد شديد هناوي سيدخل، وعموما كرة مرة ثانية سريعة من هناك يجعل بالطبع بركات له حرية أكثر في التقدم وكظهير أيسر بالنسبة لأحمد شديد هناوي. عموما هناك تغيير تكتيكي سيكون وتغيير في المراكز كذلك بالنسبه للنادي الاهلي، ومن مراكز جوهريه الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي والمدرب مانويل جوزيه. هناك تدخل وانذار، هناك انذار ثاني لتامر عبد الحميد او ماذا؟ تامر عبد الحميد عنده انذار على فكره، تامر عبد الحميد عنده انذار، ومن سيغادر؟ اذا التغيير الثاني لصالح النادي الاهلاوي اسلام الشاطر. اذا في هذه، إذا شديد هناوي إذا سيلعب في الجهة الشمال أو الباك شمال، وأيضا بالنسبة لبركات سيذهب إلى باك يمين يلعب الجهة اليمنى بالنسبة لنادي الأهلي. إذا هذا التغيير، أسلام الشاطر يغادر وبركات سيكون من الجهة اليمنى يلعب في كل الأرجاء. الحقيقة بركات هذا تغيير تكتيكي لإعطاء الحرية أكثر بالنسبة لبركات من الجهة اليمنى. رمي التماس اللاينزمان يقول لنادي الزمالك وليس لنادي الأهلي.
حسام البدري مدرب العام لنادي الاهلي يحتج على قرار اللاينزمان، ولكن عموما رمي التماس لنادي الزمالك. احمد غانم سلطان يلعبها الى وائل اباني، وائل اباني طويله الى شيكابالا، فرحه ولا مثيل لها بالنسبه للجماهير الزملكاويه. وهذه المتابعه من هناك الى تامر عبد الحميد، وهذه الانطلاقه طارق السيد يحولها الى البلدوزر عمرو زكي حاول ناحيه الشمال لنادي الزمالك، ويحاول مع شادي باصي الكره الى هذا جمال وتامر وانتو، لكن التدخل من محمد شوقي. تامر مره ثانيه وترجع الكره في متابعه لجمال حمزه بشكل حلو، جمال يبصيها بمتابعه ممتازه من طارق السيد، ولكن الكره تكون الى خارج الملعب. رمي التماس لصالح النادي الاهلي. احمد شديدي ناوي يلعب الكره سريعه، ولكن التغطيه تكون من تامر عبد الحميد. تماس لصالح النادي الاهلي مره ثانيه. الاهلي ما زال في رحله البحث عن هدف تعادل جديده بعد ان عدل متعب. تمكن شيكابالا بعد ان دخل مباشره بدقيقتين من نزوله للملعب يسجل هدف جميل للغايه لصالح نادي الزمالك. احمد غانم سلطان على فكره من الجهه اليمنى لعب مباراه حلوه، يلعب ماتش حلو جدا، ماتش كويس جدا في هذه المباراه بالنسبه لاحمد غانم سلطان. هذه كره سريعه من وائل اباني الى شيكابالا طويله الى خارج الملعب، وتكون ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. الاهلي كما قلت لن يرفع الرايه البيضاء، يحاول وسيسعى للوصول الى مرمى محمد على المنصف. اذا امير عبد الحميد، مباراه كبيره، 3 اهداف في بدايه الشوط الثاني، اهداف وسيناريو ولا احلى، سيناريو مرسوم، سيناريو ملعوب، سيناريو مميز، ملعوب بالاثاره، ملعوب باثاره الكبار، وايضا بتالق النجوم الفريقين اللي فعلا بسطونا من خلال المردود اللي قدموه والمباراة اللي أدوها، ولا زالت المتعة مستمرة. وهناك 19 دقيقة أمام الفرحة الزملكاوية. هل هي تستمر لتكون ليلة زملكاوية بحتة وليلة زملكاوية؟ وأكيد ليس ككل الليالي، ستكون ليلة استثنائية لتطوي فيها صفحة مريرة عاش نادي الزمالك في الماضي القريب. وهذا طارق السيد يرفع، والمتابعة من عمرو زكي، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. أمير عبد الحميد في تنفيذ ضربة المرمى. إذا 27 دقيقة، كل دقيقة مهمة. الدقائق تمر بسرعة على النادي الأهلاوي وتمر ببطء على النادي الزملكاوي، ولكن الزمالك في صورة ممتازة من ناحية تكتيكية لعقلية المدرب ميسيو هنري ميشيل. هذه عودة من هناك لتعود من شديد إلى النحاس في نص الملعب، يغير اتجاه الكرة على اليمنى من هناك إلى بركات يمشي بها بركات يمر يباصي الكرة إلى بوتريكا محاصر، وتعود مرة ثانية لترجع الكرة سريعة لتامر. أنا الحقيقة أضع استفهام على تغييرات مانويل جوزيه. إسلام الشاطر خرج، فلافيو اللاعب اللي قادر على يغير لك كل في لحظة بين الجزء ومن الثانية أن يغير لك مباراة. يعني التغييرات أرى هناك علامات استفهام على مانويل جوزيه. هل مانويل جوزيه كان جريئا أم إنه الأمور بالنسبة له تبعثرت وأوراقه، عرف كيف يتعامل مع هنري ميشيل؟ يعني حتى حضور المدربين في اتخاذ قرارهم مطلوب بالنسبة للمدربين. يعني ما نراه حنكة ميسيو هنري ميشيل. التغيير الثالث لنادي الزمالك أحمد عبد الرؤوف. إذا أحمد عبد الرؤوف مكان تامر عبد الحميد اللي كانت إصابة اللي أبعدته لفترة، هو يتعرض لإصابة الآن. سلامات لتامر عبد الحميد، واللي كان إمكانية مشاركته بهذه المباراة من البداية مشكوك فيها، ولكن أدى دور كبير تامر عبد الحميد وأدى مباراة رائعة خلال ال 28 دقيقة. سلامات لتامر عبد الحميد، تغيير بسبب الإصابة، ويأخذ مكانه أعتقد أسامة حسني أو أسامة حسن، عفوا أسامة حسني بتاع الأهلي اللي دخل، لكن من نادي الزمالك أسامة حسن. التغيير الذي سنراه في هذه الأثناء.
إذا دخول أسامة حسن في هذه اللحظات. عموما رمي التماس لصالح النادي الأهلي أو النادي الزمالك عفوا. هذه متابعة من هناك، تمشي الكرة من هناك إلى غانم سلطان، إلى علاء عبد الغني. علاء عبد الغني وكرة تخرج لا 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 ما تخرجش، ومتعب يدخل جول جول. اوه يمشي لخط الجول، ولكن الكرة ضاعت من عماد متعب يلعب مباراة كبيرة، وعودة مرة ثانية، وتمشي الكرة سريعة الآن إلى حسام عاشور يلعبها إلى بوتريكا، ولكن سهلة عند محمد عبد المنصف يلعب الكرة طويلة في متابعة من هناك إلى شادي محمد، يرجعها بثقة إلى أمير عبد الحميد. الربع ساعة المتبقية من عمر المباراة، الربع الساعة الأخيرة. الفرحة لمن؟ حتى الآن للزمالك، والأهلي يحاول العودة وأيضا لإعادة أفراح جماهيره. وأبو تريكة الساحر، أبو تريكة يرفع عرضية، لكن من يتابع؟ وائل أباني لكن بثقة. طارق السيد يلعبها طويلة كما قلت. الخط الشاطر كبير يا مانويل يا جوزيه، الشاطر اسلام. التغيير اللي يضع امامه علامه استفهام كبير بالطبع، بالنسبه مع كل تقديرنا لمانويل جوزيه، ولكن بالطبع دور اسلام الشاطر مهم جدا الحقيقه في الملعب لأداء، خاصه في شوط المباراه الاول. وفي المقابل خروج بلافيو، انا اللي رايت حتى ملامح بلافيو غاضبه تماما من الاستبدال اللي حدث من جانب مانويل جوزيه. ماذا حدث؟ هذا الامر متروك لمانويل جوزيه. هذه الكره مره ثانيه لشادي محمد، ترجع الكرة ومنقولة بشكل حلو، وبركات يا اياها سريعة لأبو تريكة، بشكل حلو إلى أحمد شديد يحاول يمر، أحمد شديد يناوي، لكن الكرة ضايعة. أحمد غانم اليوم يقدم مباراة كبيرة. أحمد غانم اليوم يا سلام عليه حقيقة، لاعب لابد لشادة بالكرة ترجع للوراء من أمير عبد الحميد يلعبها أمامية، ارتباك أصاب لاعبو فريق الأهلي، يعني الهدف الثاني أفقدهم توازنهم، والانطلاقة من هناك وتمشي الكرة لشادي محمد يلعب الكرة سريعة، والانطلاقة لمحمد بركات، ما زالت مع الكرة محمد بركات إلى الساحر أبو تريكة. هذا هو أمل الأهلي، ثقة كبيرة لجماهير الأهلي بأبو تريكة. أبو تريكة يحول الكرة لأحمد شديد، يرفع شديد، وكرة جديدة على نادي الزمالك، لكن الضائعة من التغطية الدفاعية، وأحمد غانم سلطان يحول الكرة إلى وتصطدم بأحمد شديد يناوي وتكون إلى خارج الملعب. إذا من ستكون كاس مصر في النسخة 76؟ إذا الأمام 16 دقيقة على نهاية الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، والزمالك لازال متفوق بهدفين لعمرو زكي وشيكابالا. وهذه الكرة سريعة محمد بركات، التغطية من هناك إلى أسامة حسن، تمشي الكرة لمحمد شوقي، تمشي الكرة جول متعب، جول متعب، يا خلاص يا متعب، خلاص يعني طولها الكرة متعب يا في داخل مربع العمليات، وهدف على النادي الأهلي، وفرصة ثمينة أهلاوية يعني جعلت الجماهير الأهلي على أعصابها. ضيع كرة ثمينة عماد متعب وكانت تكون الثنائية. شوفوا الكرة هنا، أوسا غطى عليه الزاوية، ورغم مراوغته بالمرة الأولى ولكن جعله ياخذ سكة طويلة شوية عن مربع العمليات، ويكون الهدف الثاني ضايع على فريق الأهلي. فعلا صوتي راح يا جماعة، صوتي راح لمتعة المباراة، لسرعتها بصورة كبيرة جدا. أعتقد أنها قمة غير عادية، قمة استثنائية حتى في تاريخ المواجهات السابقة، يعني أجمل مباريات الكاس ونهايات كاس مصر في عقود سابقة، من أحلاها من أروعها. أعتقد الجميع يتفق معي بأن هذه من أجمل وأحلى مباريات أهلي زمالك، لأدى فيها الفريقين. الأهلي قدم شوط أول مميز للغاية، وكان أهدر فرص، وكما قلت شعار دائما من يهدر كثيرا
قد يندم أخيرا. وبركات من الجهة اليمنى، وبركات وتمشي الكرة من هناك إلى المتابعة إلى شوقي، لكن تعود إلى بوتريكا، بوتريكا إلى بركات، بركات، لكن هناك راية والتسلل على بركات كما نرى في هذه الأثناء. إذن الدقائق التي تمر ونتابع نشاهد إذن ركلة حرة غير مباشرة لصالح النادي الزمالك. كما أشار اللاينزمان طاقم تحكيم اسباني، هو على فكرة الطاقم التحكيم الاسباني رقم 4 اللي يدير لقاءات القمة بين اهلي الزمالك، اولها بال 88 لويس غارسيا، وايضا في 98 غارسيا، وكذلك في ال 99، وثم ها هي في النسخة أو في هذه القمة الطاقم التحكيم الرابع في تاريخ المواجهات القطبية الكرة المصرية من إسبانيا يدير هذه المباريات. وهذه كرة من هناك، التغطية من هناك، تمشي الكرة سريعة، أحمد شديد يناوي، أحمد شديد يحول الكرة سريعة باتجاه متعب، لكن أحمد غانم سلطان يعني الجندي المجهول في نادي الزمالك في هذه المباراة. أحمد غانم سلطان يؤدي مباراة كبيرة، وشديد يناوي يتابع، وماذا يقول حكم المباراة؟ لا شيء، يقول استمر ما فيش حاجة. وتعود الكرة مرة ثانية محمد شوقي، ومحمد شوقي يبصيها إلى الساحر بوتريكا، يا الله، جول 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 جول، أوه غريبة تضيع بالطريقة، كيف ضاعت؟ ازاي ضاعت؟ ازاي يا أسامة حسني؟ ازاي يا أسامة حسني؟ والحضري يقول الجمهور شجع، الحضري ينهض من مكانه ويقول من بنك الاحتياط للجمهور شجع، وبالطبع هدف يا على بعد 4 أمتار. بوتريكا فعل كل شيء في هذه الكرة، بوتريكا ما قصر، قشرها اعطاها لأسامة حسني. يا كورة يا غريبة يا مجنونة يا خسارة. كورة عندما تكون مجنونة تكون بهذه الكورة، وهدف يضيع بهذه الشكلية وبهذه الكيفية من أسامة حسني. أوه يا كورة يا عجيبة، أوه يا كورة يا مجنونة، أوه يا كورة يا عجيبة. أبو تريكة اليوم التوب، فعل كل شيء، أعطى، صنع، هاجم، هدد، لكن بالطبع لم يحالفه التوفيق في الكورة الأخيرة اللي مررها لأسامة حسني. كورة يعني أنا بالنسبة لي كنظرة محايدية كورة بوتريكا أجمل من الجول، كورة بوتريكا لأسامة حسني أجمل من الجول، لكن بالطبع الكرة فاجأت أسامة حسني، فاجأ تماما، وجد نفسه أمام أوسا، أمام محمد عبد المنصف، واللي طبعا حلفه التوفيق. يعني الكرة واضحة أنها تريد الزمالك، واضحة الليلة تريد الزمالك، الكاس يريد الزمالك. من هذه الكرة يمكن القول الكاس المصرية في النسخة رقم 76 تغازل الزمالك، تطالب ود الزمالك على الكرة التي أضاعها أسامة حسني. هذا المعنى الذي نستخلصه من الكرة اللي ضاعت بهذه الغرابة من جانب أسامة حسني. عموما 37 دقيقة، هناك لاعب إذا لواءه هو محمد شوقي هو لواء. سلامات محمد شوقي أو إذا نتابع حسام عاشور وليس محمد شوقي. إذا حسام عاشور، نعم حسام عاشور، سلامات لحسام عاشور وأحمد صديق. إذا أحمد صديق سيدخل في هذه اللحظات. التغيير حسام عاشور يغادر بسبب الإصابة. سلامات لحسام عاشور ويدخل مكانه أحمد صديق. التغيير الثالث بالنسبة لجماهير لنادي الزمالك، لنادي الأهلي. هي جماهير الزمالك، جماهير بدأت تغني، تجدو أحلى الألحان، تجدو بالطبع بتقول راجعين يا زمالك. بالطبع كورة الفن والهندسة بهذه الأهزيج كما نراها من قبل الجماهير الزمالك الذي جاءت بقوة الحقيقة لمؤازرة
فريقها في هذه المباراة اللي فعلا قدم مباراة وشوط ثاني جميل، وشيكا بالا وعمرو زكي صاحبي هدفي الزمالك وهدف متعب الجميل لنادي الاهلي. هذه كرة احمد سيد، احمد سيد الى شديد، شديد احمد شديد يناوي، شديد يمر، شديد يباصي وبتريكة وبركات 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 اوه وبركاتك اين يا بركات، وكرة تمشي الكرة وبعيدة من محمد شوقي من 45 ياردة من محمد شوقي، لكن الكرة قوية ولكن ما كانتش بتلك التركيز من قبل محمد شوقي. نعم أقول إنها كانت قوية لكن ما كانتش مركزة بالنسبة لمحمد شوقي. ضربة مرمى بدأت اللحظات اللي بدأت فيها جماهير الزمالك وجماهير الأهلي الآن بدأت تؤثر بقوة، تطالب لاعبيها في 5 دقائق أخيرة، في 5 دقائق أخيرة، 5 دقائق هي الصعبة، 5 دقائق تحديدا مشاهدينا الكرام، 300 ثانية. من سيغازل؟ من أيضا يكون صاحب الكاس رقم 76 في هذه الأثناء؟ بركات يحول الكرة إلى بوتريكا، وبوتريكا يرفع وتمشي الكرة أسامة حسني وإلى باني وعودة مرة ثانية والتشتيت يكون الحقيقة من أحمد حسام، وهذه متابعة إلى زكي وسريعة ويتابع أحمد السيد ولكن يبعدها من أمام شيكا بالا وتكون إلى خارج الملعب. الزمالك الذي يركز على الهجمات العكسية وإصابة طبعا عمرو زكي بشد عضلي، والزمالك أجرى 3 تغييرات وإذا لاعب فعلا شيك جدا وبالا يعني يقدم مباراة رائعة مع دخوله ونزوله مكان الثعلب الصغير هو حازم إمام. من هذه اللحظات الصعبة، من هذه اللحظات اللي ممكن أن تكون بيضاء، ممكن أن تكون حمراء كالعادة، لكن هي ماذا تريد؟ كما لمحنا وقلنا مشاهدينا الكرام، الكاس مع الفرصة التي أضاعها أسامة حسني أقول بأنها واضح تغازل نادي الزمالك. الكاس المصرية تطالب ود الزمالك. إذا خطأ لصالح نادي النادي الأهلي. عماد النحاس في التنفيذ يحول الكرة طويلة، عماد النحاس والمتابعة من هناك وترجع الكرة والتشتيت ويحولها طويلة أمامية شيكا بالا وإلى أيضا عمرو زكي. يا سلام وشيكا فتح بشكل حلو ولكن لوب كرة تمر فوق العارضة، زاوية صعبة لعبها شيكا بالا في هذه الكرة، من زاوية صعبة لعبها. تعود الكرة لأحمد شديد، أحمد شديد يمشي بها، أحمد شديد يحاول يمر وجمال حمزة واندفاع من من قبل جمال حمزة، خطأ لصالح شديد يناوي يلعبها سريعة بوتريكا، تمشي الكرة لعماد النحاس لصالح النادي الأهلي. 3 دقائق الأخيرة تمشي بالكرة يباصيها ومتعب وجول أوه جول يا بوتريكا يا تريكا، كل التحية، انت الساحر، انت المبدع، انت العريس، انت البطل، انت حكاية، انت الصورة. ماذا اقول؟ هذا هو بوتريكا، ها هو بوتريكا هنا جنون مانويل جوزيه. نعم بوتريكا هو المنقذ كالعادة، قال بالطبع في الكرة اللي مررها لأسامة حسني وبالطبع ضاعها، وكانت كما قلت الملامح تقول الكاس تطالب بود الزمالك، ولكن بالطبع أبو تريكة يقول ما العشق إلا للحبيب الأولي، ومن هو حبيب الكؤوس والألقاب؟ أكيد هو الحبيب الأولي، هو الساحر محمد أبو تريكة. التريكة نهارك سعيد يا أبو تريكة. ها هو أبو تريكة. يا سلام على حكاية أبو تريكة، حكاية في ملعب استاد القاهرة في الدقيقة 43. يا الله، لاعب كبير محمد أبو تريكة، فعلا محمد أبو تريكة، يعني دبل محمد يتمكن الحقيقة من إحراز
هدف ثاني جميل، هدف بالطبع. عاد للمباراة من جديد، عاد المباراة من جديد. يا حكاية، ما هذه المباراة، ما هذه المباراة، حكاية كبيرة. وصوتي راح يا والله يا جماعة، صوتي راح من حلاوة المباراة ومن حلاوة بوتريكا. وشديد يدخل وشديد يمارس وكرة خطيرة. ماذا يقول حكم المباراة؟ لا شيء. تمشي الكرة لمحمد عبد المنصف وعودة كرة سريعة والدقيقة الأخيرة إلى جمال حمزة. جمال حمزة وهناك متابعة سريعة الانطلاقة إلى أسامة حسن وإلى شيكابالا وجمال إلى أسامة حسن، لكن ترجع الكرة جمال حمزة مرة ثانية. ترجع الكرة سريعة لوائل أباني. وائل أباني باص الكرة إلى علاء عبد الغني إلى أحمد غانم سلطان. وندخل بالدقيقة الأولى من الوقت البدني الضايع. فرحة كبيرة جمهور الأهلي، والله الأهلي جمهوره عاد، وفرحة كالعادة عرفناها لجماهير الأهلي. شيكابالا شيكا يحاول يمرر لمسات ومراوغات جميلة. تعود الكرة سريعة على عبد الغني وتمشي لوائل أباني. من هناك الانطلاقة يمرر الكرة من هناك إلى أحمد أسامة حسن وهذه الكرة سريعة وتمشي الكرة تكون عند أمير عبد الحميد. 4 دقائق كوقت بدل ضايع، 4 دقائق. يا الله على هذه المباراة. شوط العمر يا جماعة، شوط حكاية، شوط نهارك سعيد، شوط ثاني ولا في الأحلام، شوط ثاني من أروع الأشواط في تاريخ الكرة المصرية، في تاريخها على مدار الكرة المصرية. أحلى أداء، أحلى سيناريو، أحلى إثارة. يا الله عماد متعب لعيب كبير. بوتريكا وأحمد شديد يحول كرة عرضية. بوتريكا ومتعب اليوم يأدوا مباريات كبيرة الحقيقة. عودة الكرة مرة ثانية. عندما يكون عندك لاعب مثل أبو تريكة أعتقد في أي لحظة قادر على العودة. ها هو وائل أباني يبعدها إلى ضربة ركنية. إذا نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. خلاص الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع. إذا استمر التعادل سنرى الأشواط الإضافية والركلات الترجيحية ونتابع. إذا نشاهد أبو تريكة هذا هو فارس الأحلام الجماهير الأهلاوية. وأسامة حسني تذهب الكرة إلى خارج الملعب ولتكون ضربة مرمى لنادي الزمالك. إذا تبقى أقل من دقيقة ونصف على نهاية الوقت البدل الضايع. يا الله على هذه الأجواء، يا الله على جماهير الأهلي، يا الله على جماهير الزمالك، يا الله على متعة الإثارة هنا في استاد القاهرة، هنا عبر شاشة الARD التي تواكب معكم من عين المكان، من موقع الحدث، في نقل مباشر للقاء الأهلي والزمالك في النسخة رقم 76. وكرة سريعة من هناك والمتابعة شديد يحاول ولكن إلى خارج الملعب. هنا اللحظة والحيرة، وبالطبع المباراة لا زال فيها عمر، حلاوتها لا نريدها أن تنتهي، إثارتها نريدها أن تزداد. وإذا يا سلام والله أنا أتمنى أن يعطوا الفريقين اليوم كاسين، كاس يتقاسمون الفريقين، كاس التقدير، كاس الاحترام، كاس التشجيع على الأداء، على الكرة الحلوة، على الجمال. ونقول مبروك للزمالك، ونقول مبروك للأهلي، ونقول مبروك لمصر. لماذا؟ لأنها عندها أكبر ناديين. فعلا أهلا بالقمة، أهلا بأهل القمة، أهلي زمالك، أهلا فعلا. هنيئا لمصر، يا الله لأرض الكنانة، هنيئا بأولادها الزمالك وأهلي ونجومها. يا سلام يا أبو تريكة، يا سلام يا أبو تريكة، كبير يا أبو تريكة، يا الساحر يا أبو تريكة. ضيعت مني الكلام يا أبو تريكة، عجزت الحقيقة عن التعبير يا أبو تريكة. ماذا أقول يا أبو تريكة؟ فعلا نقول ثانك يو أبو تريكة، أمتعتنا الحقيقة. هذه متابعة من هناك، تمشي الكرة سريعة من هناك. عماد متعب يحاول يمر، يا الله يا متعب، يا الله، لكن التغطية من وائل أباني. ترجع الكرة سريعة من هناك. أسامة حسن
أسامة يباصي الكرة، أسامة لكن تغطية من أحمد صديق، وتمشي الكرة من أحمد غانم سلطان، وعودة مرة أخرى سريعة إلى انطلاقة من هناك عمرو زكي، وكرة إلى شيكابالا، خلاص الكرة الأخيرة وكورنر. الشوط الأول انتهى ضربة ركنية للأهلي، الشوط الثاني ها هي ضربة ركنية للزمالك. إذا الكل على أعصابه، الكل على أعصابه. كما تلاحظون دكة الاحتياط النادي الأهلي وشيكابالا، شيكابالا إذا المارد الأسمر في تنفيذ الركلة الركنية في هذه اللحظات، يحول الكرة ولكن التغطية من أحمد شديد وائل أباني، وصافرة نهاية الشوط الثاني والوقت الأصلي من المباراة. استراحة الكبار في هذه اللحظات. إذا مشاهدينا الكرام يصفر حكم اللقاء ألفونسو بيريز معلن عن نهاية الشوط الأول الثاني والأصلي من عمر المباراة. الحقيقة نريد أن ناخذ بريك لنستريح لنستمر مع المتعة والإثارة.